كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل بسكويت العيد. هنعمل احلى بسكوت بكل سهولة، مقرمش وخطير، مش هتستغنى عنه. هتعمليه بمناسبة العيد، من غير مناسبة هتقومي تعملي البسكوت بكل سهولة. انا هعمله بالمكنة، عندي المكنة بقى بتاعت مامتي دي اللي ما بستغناش عنها، لازم اعمل بسكوت العيد بيه. شوفوا البسكوتاية وجمالها، عسل. البسكوتة كده مقرمشة ودايبة من جواها كده، تقطميها خطيرة. هنعمل من كيلو بسكوت هتعملي منه 2 كيلو وزيادة كمان، ومش هتستغنى عن الطريقة دي، هتعمليها في اي وقت، وبجد هتعتمديها عندك احلى بسكوت عيد، من غير بقى من اي افتكاسات ولا اي حاجات زيادة. هنعمله زي ايام زمان وطعم وريحة زمان. شوف القرمشة والطعامة. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل احلى بسكوت العيد ازاي. اول حاجة كده هنعملها، هناخد السكر عشان نطحنه. كيلو دقيق عليه مج سكر كبير، يعني كوباية السكر المج الكبيرة ديت هناخدها ونطحنها بمقدار، لو كوباية الشاي العادية بمقدار كوباية ونص سكر. هناخد مج السكر ده هناخده ونطحنه، نحط السكر المطحون في الطبق بتاعنا، وهتاخد على الكيلو دقيق كوباية السكر المج نص كيلو زبدة. انا عاملة 2 كيلو عشان انا وجارتي بنعمل مع بعض، بنعمل عينات كده على قد خفيف خفيف، علشان تبقى الحاجة جميلة معانا ودايبة والحاجة تبقى سهلة. عملت 2 كيلو البسكوت، 2 كيلو الدقيق، عليهم كيلو الزبدة. هاخد لو عندك مضرب كهربائي هتضربي السكر مع الزبدة كويس جدا، سكر بودرة مع الزبدة، الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش في التلاجة. تاخدي، انا ما عنديش مضرب، عملت بايدي لغاية ما دوبت السكر مع الزبدة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مضرب الكهربائي هيسهل لك كتير، بس لازم احنا نعتمد على نفسنا، لو ما فيش مضرب احنا نشتغل احنا ونظبط الدنيا. على كل كيلو دقيق هنحط 5 بيضات، كيلو دقيق عليهم 5 بيضات، وهنرش فانيليا، مع نص معلقة فانيليا حلوة كده عشان ريحة البيض ما تبقاش معانا في البسكوت بتاعنا. ونضرب كويس او بالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي او بايدك او بالمعلقة، المهم يعني تضربي البيض في قلب السكر والزبدة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما البيض يختفي خالص. يبقى كده كويس قوي، هي كده البسكوت تمام خالص، ما فيهوش اي حاجة ولا افتكاسات زيادة. بتعملي الخطوات صح وتتوكلي على الله، وهتلاقي الحاجة نجحت معاكي وبقت زي الفل. هناخد بقى الدقيق ولازم ننخله زي ما انا معرفاكم. اي حاجة نعملها مخبوزات او حاجة في الفرن لازم ننخل الدقيق علشان يدخل له هوا كده، ويبقى الدقيق مضمون اللي هو كويس. واهم حاجة الدقيق بتاعك بتاع مخبوزات بتاع كحك وبسكوت دقيق يكون من النظيف. هنحط على كيلو الدقيق باكو اللي هو البيكنج باودر، الباكيت كامل اللي هو مقدار معلقتين بيكنج باودر. كيلو دقيق بياخد الكيس كله بتاع البيكنج باودر، وهننخله برضو مع كيلو الدقيق بتاعنا. واخر حاجة هنحطها على كيلو الدقيق 3 معالق لبن بودر. ما اقولكوش على اللبن البودر ده، ما بيتحط في المخبوزات بيخلي الطعم تحفة. يعني هتعتمد الطريقة دي عندك، وهو كده خلاص طريقة البسكوت جاهزة. حطينا كوباية مج السكر اللي هنطحنها، عليها نص كيلو الزبدة، وضربناهم كويس جدا، ونزلنا ب5 بيضات وكيلو الدقيق، وباكل البيكنج باودر الباكيت كامل، وحطينا الفانيليا على البيض، وضربنا كويس جدا الدقيق معاهم مع الزبدة مع اللبن البودر مع السكر والزبدة، كله بقى نقلب مع بعض ونخلي الخليط كله جوه بعضه زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما تلاقي العجينة خلاص اتلمت وبقت عجينة متماسكة جميلة جدا. هتلاقيها العجينة متماسكة وفي نفس الوقت طرية في ايدك، ملمسها ناعم جدا. دي طريقة بسكوت المكنة. لو انت عايزة بقى هتعمليه في الكيس بتاع الحلواني، هتحط نص كوباية لبن او عصير برتقان على حسب اللي انت عايزاه. نص كوباية هتزوديها علشان تبقى طرية معاك وتنزل من كيس الحلواني. لكن انا طريقتي اللي بقالها سنين هي المكنة، انا ما بحبش اشتغل الا بمكنة البسكوت، المكنة بتاعت مامتي ربنا يديها الصحة يا رب. دي اخدها عندها، يعني هي اصلا اخدها من بتاعة مامتها، يعني دي بتاعة جدتي. دي يعني بقالها سنين السنين متوارثة لمكنة البسكوت دي، حاجة كده جميلة جدا. انا باخدها، شوف ما شاء الله، وتلف بقى وتغيري اللمواس بتاعتك براحتك خالص، عندك اللمواس بتاعت البسكوت،
ونشتغل. احلى فرحة بجد ما تقومي كده تعملي شوية بسكوت وتعملي الكحك بتاعك في البيت، وتشم ريحة البيت الخبيث بتاع البيت كده، الكحك والبسكوت في بيتك بتعمليه بايدك بكل نظافة، وهتعملي الحاجة بسهولة. كيلو الدقيق ده مش هياخد معاكي اي وقت، هتعمليه بكل سهولة. بس فضي نفسك شوية كده واعملي، وفرحي اولادك وفرحي حبايبك، واعملي احلى بسكوت في البيت. انا عملت الفيديو اللي قبل ده الكحك وطريقته السهلة البسيطة، وعملناه مع بعضنا. شوف هنغير الوش كمان، الوشاش اللي عندك لو اخدتوا بالكم الوش الاولاني غير الوش الموز ده غير الموز ده. نعمل بقى ونكون مسخنين الفرن بتاعنا، وندخل الصواني بتاعتنا الفرن، وندخل اهم حاجه مش هنفتح شوايه، هو الفرن هندرجه حراره متوسطه، ونتابع الفرن بتاعنا، نختبر اول واحده او تاني واحده واحدتين في الصينيه عشان نشوف الطعم بتاعه ايه ومظبوط ولا لا. لو انت محتاج زبده كمان، بس هي دي الطريقه المظبوطه. بس في دقيق بيشرب الزبده اكتر، بتزودي يعني قطع زبده زياده. لكن أنا الحمد لله الدقيق ده اخد بالظبط كيلو الدقيق، اخد نص كيلو الزبده بالظبط. ما شاء الله كان في منتهى الجمال، دايب فعلا خطير جدا. احلى شويه بسكوت هتاكليهم. اعملي بقى بالمكنه ودخلي الفرن. ده خلاص خلصت الصواني بتاعتي، ندخلهم الفرن بقى على درجة الحرارة المتوسطة ونخرجهم. ما شاء الله نخرجش من الصواني على طول الا ما الصينية تهدى شوية، ما تبقاش سخنة قوي، عشان يكون البسكوتة لسه بتبقى طرية اول ما بتخرج من الفرن. نستنى تهدى شوية زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لونها الذهبي الخطير. نستنى عليها بس تهدى، ونبدأ نطلع بشويش ونحط في العياشة بتاعتنا او الطبق بتاعنا او العلبة اللي هنحكم فيها نتحكم فيها البسكوت عشان يفضل مقرمش لفترة طويلة. ده ما شاء الله عندنا البسكوت اصلا ما بيقعدش فترة طويلة، ما شاء الله ما بيكملش 3 ايام العيد وكله بيبقى اتاكل. بسم الله ما شاء الله، من احلى حاجة بنحبها واولادنا بيحبوها البسكوت المقرمش الخطير ده. وده كانت طريقة النهاردة في البسكوت بتاع العيد. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.